شوفوا هاد الوصفه من اهم الوصفات اللي راكم رايحين ديروهم تاع لي بات، تالمون سهله تجيكم بزاف بنينه وتمتم رايحين توجدوها. كان عندي نص صدر تاع دجاج، قطعته لمكعبات صغار، ما تقطعوش صغار بزاف ما تقطعوهمش كبار. في غيسيبيون حطيت هذاك الدجاج، زدت عليه الموطار، توابل الدجاج، شويه كركم، فلفل الكحل، الملح، ونخلطهم مليح مع بعضهم. اذا كان عندكم الوقت خلوه يتشرب شويه. ديريكتومون جبت المقله، حطيت فيها شويه تاع الزبده غير سخنت مليح، حطيت هذاك الدجاج يتقلى، وفي نفس الوقت راح نطيب لي بات. كنت سبقت حطيت الماء يغلي، نحط لي بات كامل يطيبوا مع شويه تاع الملح، خليهم يطيبوا على نار قليله واحد 10 دقائق ونطفي عليهم. نعاود نولي الدجاج بعد ما بدا يتحمر غير شويه، نجبدو كامل على الكوتي ونحط الفلفل الاحمر ونزيد نخليهم يتقلاو مليح مع بعضهم. وغير يطيب الدجاج ويدبل كامل هذاك الفلفل نحيهم ونحط البصل اللي قطعته لشرائح رقاق ونخليه حتى يتكرمل ونحيه هو. وفي هذيك المقله نحط كاس تاع الحليب وعبر كاس تاع الماء اللي كنا طيبنا فيه لي بات ونعمرها بالفرomاج. انا درت لها هذا جيو فرomاجيو 3 فرomاج فيه واحد البنه بزاف هايله، زدت لها شويه توابل الدجاج مع شويه فرماج غابي من الفوق ونخلطهم مليح حتى تتقال، ونحط لي بات ديالي ونخليهم يتشربوا واحد 5 دقائق ونطفي عليهم. شوفوا هاد الوصفه رايحه تجيكم بزاف بنينه، ما راكوش رايحين كامل تشبعوا منها. نحط لي بات، نزيد فوقهم البصل المكرمل مع فلفل الاحمر من الفوق والدجاج، وما تنساوش وريقات تاع الحبه، واستمتعوا بالبنه. وكالعاده باش تعرفوا بنتها لازم عليكم تجربوها. شهيه طيبه وسلام عليكم.